السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناتي. ان شاء الله هنعمل النهاردة رز بسمتي ابيض. هنا في حلة على النار، سبتها تسخن، بدأت ضفت لها معلقتين كبار زيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وسبتهم يسخنوا. بعد كده معايا حبان حصى وقرنفل وورق لورا واعواد قرفة وفلفل اسود وكبابة صيني، كل ده حاجات حصى. اول ما بيتشوحوا ببدأ اضيف لهم كوبايتين ونص لبن حليب بقري بخيره، وكوباية كمان ونص، كوباية ونص مية كده. هيبقى المقدار كله 4 كوبايات من السوائل، ومعلقة صغيرة من الملح. بسيبهم لحد ما بيغلي. بعد الغليان معايا كوبايتين من الرز البسمتي منقوع، مغسول ومنقوع 20 دقيقة. ببدأ اضيفهم وبقلبهم وبسيبهم لحد ما يبدأوا ان هو الرز يتشرب. اهم خطوة ان هو اول ما يتشرب نهدي عليه النار عشان ما يتحرقش من تحت. بعد كده بيبقى معايا شوية من الزبيب غسلاه وبضيفه على وش الرز، بضيفه على وش الرز عشان هحتاجه بعد كده في التقديم. هنا بدأ يتشرب، هديله تقليبة وهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي. هنا معايا الزبيب المغسول ده عشان التقديم بس، مش بقلبه فيه. ببدأ اقدمه هنا بالشكل ده. معايا جوز هند وزبيب والسوداني المجروش. طبعا الزبيب اللي انا كنت حاطاه على الوش. هنا بنقدمه بالشكل ده، نقدمه مع المشويات. كل سنة وحضراتكم طيبين.